تعليق تاريخي من كابتن محمد أبو تريكة بعد فوز منتخب السنغال ببطولة أفريقيا على حساب المغرب صاحب الأرض وصاحب الجماهير والمنظم البطولة، حيث قال تريكة على هذه المباراة الغريبة العجيبة وفوز السنغال تصريح مهم، ولكن أتمنى من كل مصري وكل عربي يعمل لايك وشير لتصريح أبو تريكة في كل مكان، حيث قال تريكة: سيظل الجدل الدائر لسنوات حول ركلة الجزاء التي سددها إبراهيم دياز في الوقت الضائع في نهائي بطولة أفريقيا بين المغرب والسنغال بعد احتجاج طويل وانسحاب مؤقت لفريق السنغال احتجاجا على احتساب الركلة، ثم عودتهم بعد تصميم من ساديو ماني على استكمال المباراة في تصرف شجاع وحكيم. سبب الجدل هو غرابة أداء دياز في تسديد الركلة التي كانت ستضمن للمغرب الفوز بالبطولة، مما دفع الكثيرون للقول بأنه تضمن إضاعتها، أصر أن هو يضيعها بأن هذا محل اتفاق بين الجانبين، ممكن يكونوا اتفقوا مع بعض ان احنا هنضيعها، المهم نكمل الماتش ومنتخب السنغال لا ينسحب. ولكن من يتابع دياز في ريال مدريد يعلم انه لاعب مهاري وربما يكون قد تعمد وضعها بصورة مختلفة، ما ينفي شبهة تعمد الإضاعة ويرجح تعرضه لضغوط أفقدته التركيز. عامة أداء السنغال كان أفضل وهما بلا شك أحق بالفوز، بدليل أن نجم المغرب الأول هو الحارس المرمى ياسين بونو. وعن إصرار ساديو ماني استكمال المباراة، حيث قال تريكة: المواقف دي بتظهر لك الفرق بين عقليات الفوز وعكسها، في آخر دقيقة في البطولة بتتحسب عليك ركلة جزاء وعلى الورق كده انت خسرت البطولة، علشان يظهر القائد ساديو ماني ويطالب زمايله بالعودة والصمود لآخر دقيقة، ومع شوية ضغط من لعيبة السنغال على المغرب ودياز كانت النتيجة التسديدة الغريبة لركلة الجزاء من دياز. اللقطة دي هي سبب فوز السنغال بالبطولة رغم ان منتخبه اتظلم، بس لو كان مشي ورا عقلية مدربه كان خسر البطولة وتعاقب منتخبه وحرمان من المشاركة فترتين. ولكن ساديو ماني لاعب بشخصية الفارس الذي لا يهرب من المعركة، الفريق اللي بينسحب بيكون فريق جبان وبيخسر احترام العالم كله. اعظم قرار اخذه ساديو ماني في حياته، وعسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم. هي دي النهاية اللي تليق بساديو ماني مع السنغال في الكان، بطل افريقيا عن جدارة واستحقاق. نجمتين للسنغال، بطلهم الاسطورة ساديو ماني اسد التيرانجا. ساديو ماني في اخر بطولة افريقية له بيقدم اعظم اداء لقائد اسطوري بمعنى الكلمة.